اتجاه واحد. كل الناس بتقول مشكلة النادي الأهلي، مشكلة النادي الأهلي، مشكلة النادي الأهلي، أو مشكلة نادي الزمالك، أو مشكلة بيراميدز. لا يا جماعة، احنا كلنا بنحطوا الأمر مش كده خالص. يعني احنا بنتكلموا في أهداف الدوري المصري. يعني خلينا ناخده حاجة حاجة. احنا بنتكلموا في أهداف الدوري المصري. الدوري المصري يا جماعة يعني جه في الفترة الأخيرة، في السنة اللي عدت والسنة ديت، السنتين دولت بالذات، يعني الدوري بقى يعني منافس لآخر مرحلة. وبالذات الموسم ده، يعني الموسم ده الدوري كل الفرق بتشاكل في بعضها، حتى الفرق اللي تحت. يعني الفرق اللي تحت كلها النقط بتاعتها فوق بعضها، كله عايز يلاحق فوق بعضه، كله عايز يجيب. هو الهدف اللي يكون هو رقم واحد. يعني احنا عندنا السبعة الكبار، ايا كان الانديه اللي فيها، ان كانت هي كانت ناجحه قبل كده او مش ناجحه، بس هي السنه دي حققوا موسم بمعنى الكلمه بصراحه. احنا عندنا الزمالك، يعني احنا بنتكلموا بالزمالك صفر من اول الدوري. صفر كيد لعيبه، صفر لعيبه، صفر كل حاجه. بس مع انهم هم متصدرين الدوري نقطه واحده في مباراه بكره ياخدوا الدوري. الزمالك دلوقتي لو خسر، الزمالك لو خسر، بيراميدز لو خسر، بيراميدز خسر او تعادل، الاهلي فاز، الاهلي ياخد الدوري. بيراميدز فاز، الزمالك خسر، بيراميدز ياخد الدوري. حتى الاهلي لو فاز، الاهلي هيبقى تاني، والزمالك تالت. يعني هي متوقفة على في الزمالك ان هو لو فاز او تعادل هياخد العلامة الكاملة، وهيكون هو بطل الدوري. الزمالك بيراميدز لو تعادل هيكون هو رقم اتنين بعد الزمالك، وهياخد هو هيبقى هو التاني في الدوري المصري. ولو الاهلي اتعادل، لا، لو الاهلي فاز برضه الاهلي هيكون هو التالت. بمعنى كل ده تمام، معنى كل اللي هو احنا بنشوفوه ان الاهلي فرصته يعني مش هنقوله كتير، يعني 25%. فرص بيراميدز بتاع 75%. فرصة الزمالك ممكن نقوله 95%. متوقفة عن ان هو يفوز. الزمالك لو فاز هتبقى ضربة كبيرة بعد خسارة السوبر الافريقي. وبنتمنى يا جماعة ان احنا نكونوا شايفين دوري كويس، بنشوفوا حاجة كويسة، بنشوفوا حالة كويسة، بنشوفوا الدوري المصري بشكل كويس. لان احنا داخلين على كاس العالم. كاس العالم احنا عايزين كل لاعيبتنا تكون بحالة جيدة بشكل كويس بأداء كويس، ونخشوا بقى في كاس العالم ونعملوا حاجة ان شاء الله بإذن الله لمنتخبنا ومنتخب مصر. وبقول لكم يلا